المراكشي. مشى الكره الوصلي مع بلينغي، الوصلي مشى تغطية عصام راقي يفتح على عبد الماكشي كي ما بيديه للطرف الايمن زكريا الهاشمي الانطلاقه من جديد والبحث متواصل عن العزف على وتر المتعه في هذه المباراه عبر هذا المبدع سامسون بينغي. سامسون زكريا الهاشمي ممتاز عبد الاله حفيظي في منطقه الجزاء. الهدف الاول هدف للصفر. قلت انه جرأة عبد الاله حفيظي خلاته يوصل لمرمى الكوكب المراكشي. بالتالي الهدف الاول في هذه المباراه هدف للصفر، هدف سجله ضد مرمى مدافع عن الكوكب المراكشي. كان ذكي عبد الاله حفيظي ورط الكوكب في هدف اول في هذه المباراه. اظن جمال الدين برارو يسجل ضد مرمى في الكره الماضيه. هدف لصفر، هدف سينعش المباراه. يخلينا نشوف ممكن اعتبارها ضربة جزاء تتاح لرجاء في تنفيذ عصام الراقي الاخصائي في تنفيذ ضربة خطأ لرجاء. عصام الراقي في تنفيذ دكتوراه في تنفيذ الكرات الثابتة لعصام الراقي الذي يسجل الهدف في هذا الزمان وهذا المكان من المباراة. تعني الشيء الكثير لمحمد فاخر ولكتيبة النسور. تصبح النتيجة 2-0. محمد فاخر يبدو سعيدا لهذه النتيجة من كرة ثابتة رجاء. قلت عنها أنها ضربة جزاء، نعم، لأنه المكان اللي جات فيه قدرة عصام الراقي على تجسيد مثل هذه الفرص أهداف خلاته يسجل الهدف الثاني في المباراة. 2-0 للنسور أمام الكوكب على بعد ربع ساعة فقط من نهاية المواجهة. الراقي لعبها كان اجتهاد من بنتولي لكن الكرة مشات وخذت مكانتها في مرمى الكوكب. ونحن نلعب الدقيقة 76 من مباراة اليوم. خالد السقاط ممتازة جدا. قلت انه لا شيء حسم في الدقائق المقبلة وهو الكوكب يسجل الهدف الاول له في الدقيقة 80 من المباراة لتصبح النتيجة 2-1 من كرة ثابتة. الكوكب ينجح في تسجيل الهدف الاول له في هذه المباراة. اظن اللاعب يونس رشيد هو من تسلق فوق الجميع وسجل الهدف الاول له في هذه المباراة. الهدف الاول له رفقة الكوكب. الفريق الاول للكوكب المراكشي كان تسبب وكان وراء ضربة جزاء من حيث التعادل لكوكب الفتح السنة الماضية وهو يسجل الهدف لتصبح النتيجة 2-1. المباراة لم تكشف كامل أسرارها. خروج بدر بنون ودخول جواد الأمير